واحدة بس سمعكوا حاجة. حقيقي أنا صاحية من غير صداع لأول مرة من سنين الله. السلام عليكم. من فضلك إذا تكرمتم عايزة أوصل رسالة للدكتورة سمية. أنا كنت عندها مريضة امبارح معادي الساعة 7، كان عندي ألم في الكتف. الله يكرمكم، يعني أنا عايزة أشكرها شكر جزيل وأدعي لها يا رب يرضيها ويطيب خاطرها ويسعدها ويجعل إيديها وعلمها كله نفع للناس. حقيقي أنا صاحية من غير صداع لأول مرة من سنين الله أصحى من غير صداع. يا رب يكرمك يا دكتورة سمية وشكرا لحضرتك. أنا عارفة إنها جلسة لسه بدائية، بس أنا مش عايزة أقولك إنها عاملة مفعول السحر في رقبتي. الصلاة في التسليم، الصلاة ما كانش في كلبشة في رقبتي، نمت بالليل بعمق الحمد لله رب العالمين. فيا رب يسعدك، شكرا شكرا جزيلا. لا فهميني ايه اللي حصل؟ عملتي فيها ايه؟ كانت بتشتكي من ايه؟ شفتي ايه اول ما شفتيه؟ والله هي اول ما دخلت عليا خدت منها الهيستوري. قالت لي ان هي اولا بقى لها سنين بتشتكي من كتفها الشمال، هي مش فاهمه ايه السبب، المشكله بدات ازاي من كتفها الشمال. اوكي. سالتها طب انت مثلا عملتي يعني حصل حادثه اتخبطتي كنت بتلعبي سبورتس او حاجه؟ قالت لي لا خالص، انا فجاه صحيت من النوم لقيت كتفي بدا يوجعني والموضوع بدا يزيد بالتدريج على مدار السنين. كشفت كتير. كم سنه؟ من كم سنه؟ قالت لي حوالي تقريبا 7 سنين. 7 سنين عندها ألم في كتفها الشمال. وهي يعني مش عارفة ده بدأ منين بالظبط. ولا بتلعب رياضة ولا صحيت من النوم لقيته موجود بالظبط كده. ماشي. كتفها ولا كان كتفها برقبتها تقصد؟ الكتف بالرقبه، الجزء ده كله. بتقولي بينزل لغايه هنا، وقالت لي اللي خلاني اصلا اجي ان الموضوع بدا يوصل لصوابعها كمان. اوكي. فالموضوع بتقولي عمال يتطور بيزداد سوء مع الوقت، وهي مش قادره تستوعب هو ايه اللي بيحصل. ماشي. قالت لي انا عملت جلسات علاج طبيعي مش فاهمه ايه المشكله. وكشفت عظام كشفت طبعا، كشفت كل دوت ولفت كتير ومحدش قادر ان هو يعني يساعدها بالشكل اللي هي روشتات وادويه كل حاجه. خدت حاجات يعني كانت المسكنات ما بتجيبش معاها. لا يعني لا، كانت ممكن تاخد مسكن وبعدين يعني يسكن شويه، بس قالت لي يعني مش هتفضل عايشه على المسكنات طول عمرها. بطنها اكيد اتاذت طبعا، يعني حصل لها اكيد ارتجاعات وحموضه وكلام من ده من المسكنات وكلام من اتاذت كتير. ده غير ان هي بتاثر على الكلى والكبد صح؟ بالظبط، بتاثر جامد كمان، وده غير ان هي بتاثر على المعده، ممكن تعمل حموضه، ارتجاع من كتر الادويه، الكلى بتتعب، حاجات كتير بتتاذي. طب ايه اللي حصل في الجلسه؟ يعني اكتشفت ايه؟ ده الست طايره يعني مش فاهم ايه السحر كان في ايه؟ هو اول حاجه انا قعدت اخد منها الهيستوري، افهم منها هي اصلا يعني عملت مثلا عمليات قبل كده، هل عندها صداع، قله نوم، لان اغلب الناس اللي بيبقى يجي لهم الم في الرقبه بيبقى عندهم مشكله رهيبه في النوم وفي التقلب بالليل على السرير. كل دوت طبعا بيأذيها. ماشي. وبالاخص ان انا اهم حاجه عندي ان البيشنت يعرف ينام كويس. نام كويس الهيلينج هيحصل، ما نامش كويس مفيش هيلينج. الهيلينج يعني ايه هيلينج؟ الاستشفاء، ان الجسم يبدا ان هو يعمل الاستشفاء بتاعه. اوكي، يعني هو لو ما نامش مش اي حاجه مش هيخف. بالظبط. هي ما كانت بتنام، كانت بتتوجع؟ ما كانتش بتعرف تنام كويس. انا سالتها السؤال ليه بقى؟ ليه؟ المخده كانت وحشه ولا كان؟ لا خالص، هي نفس المخده، بس الالتهاب عندها كان شديد لدرجه ان هي كل ما تيجي تنام هي بتقولي انا قايمه اولا راسي وجعاني جدا مش قادره اتحرك، وما اجي اتقلب بالليل على السرير بقلق عشان اعرف اتقلب من شده الالم. اوكي. فعشان كده هي حتى قالت يعني هي لازم تصحى وتتقلب وتنام. بالظبط، عشان كده هي قالت في الريكورد نمت بعمق لاول مره، لانها ما كانتش بتنام بعمق. الحمد لله. تقلق عشان تعرف تتقلب على السرير. صح. فطبعا ده غير كمان هي بتصحى من النوم بالصداع، لانه رقبتها شاده جامد، فبالتالي صاحيه بصداع. بس لقيتي ان هي بتجز على اسنانها كمان؟ طبعا بتجز جامد. يعني انت لما مديتي ايدك هنا لقيتي ايه؟ العضله دي اسمها ايه؟ التمبوراليس. لقيتي العضله دي كله كان شادد. يعني كانت مصدعه كمان؟ مصدعه جامد كمان، مصدعه وشد في عضلات الفك. بالظبط. والرقبه طبعا طالعه لقدام الشكل اللي كده ده. ايوه. اوكي. طب يعني اول حاجه الصوص السري بتاعك كان ايه برضه؟ يعني مش فهمتش عملت ايه حتى الان. في حاجتين مهمين جدا بحب اعملهم مع البيشنت في اول سيشن، بالاخص لو البيشنت بيعاني من صداع. ماشي. ان انا عايزه اظبط الاكسجينيشن عن طريق ان اظبط البلود. يعني مش فاهم حاجه. لا عربي معلش. انا ببقى عايزه اظبط الاكسجين اللي داخل العضلات، لان العضلات تشبع الدم جوه العضلات بالاكسجين. بالظبط. الله. وده ايه علاقته بالصداع؟ مش فاهم. دلوقتي لما السبازم او المصل السبازم اللي بيبقى موجود في الرقبه او الشد الرهيب اللي موجود في الرقبه، ده معناه ان مفيش دم واصل.
اوكي. فالدم مش واصل، والدم اللي موجود راكد بقاله مده، ماشي. وما فيهوش كمان اكسجين، ومليان ثاني اكسيد الكربون، ده غير انه مليان كل مواد الالتهاب، بيزيد المشكله. فاحنا داخلين في سايكل عايزين نكسرها. طب انا اكسر السايكل ازاي؟ ازاي؟ اوصل دم كويس للمكان، اوكي. احرك الدم واوصل مع الدم دوت اكسجين. يعني انا هدخل الاكسجين مع الدم واخرج الدم اللي موجود اللي راكب اصلا في المكان اوكي جوه. اوكي. فدوت بعمله عن طريق ايه؟ اول حاجه بحب اشتغل على الجهاز السمبثاوي الاول، اللي هو الجهاز العصبي السمبثاوي. أيوة، يعني ايه الجهاز العصبي السمبثاوي ده؟ اللي هو اللي بيبقى مسؤول عن التنشن، مسؤول ان الواحد يبقى على طول في فايت مود. هي انا متنشن وجاهز. بالظبط. يبقى انا جهازي السمبثاوي هو اللي هو شغال. اللي شغال. انت عايز تشغلي البارة؟ عايز اشغل الباراسيت. الباراسمبثاوي. الجهاز التاني اللي هو مسؤول عن الهدوء. الهدوء. بالظبط. طبعا احنا مع الحياه اللي احنا فيها دي ده السمبثاوي هو طاير على طول. طاير على طول. فانت عندك تكنيكس او اساليب بتستعمليها بستعملها عشان اشغل اهدي السمبثاوي. البارة. شغل البارة. بتشغلي الباراسمبثاوي اللي هو اما بيشتغل بيهدي السمبثاوي. بالظبط. حاله البيشن ده دايما بيجي عنده مشكله رهيبه. انا بقيت عصبي، انا مش فاهمه انا عصبيه ليه، وعلى طول متعصبه على الولاد، وانا عمري ما كنت كده. الجمله دي بسمعها كتير قوي. فبعد السيشن بلاقيهم كلهم بلا استثناء يقولوا لي انا حاسه انا بقيت اهدى، مش باخد الحاجه على اعصابي زي الاول. فطبعا الموضوع ده بيفرق معاهم نفسيا جدا، وبيفرق كمان في جو البيت لانها الست في النهايه. من غير ما بلبع اجيلك اهدى. اوكي. ده انا ما شاء الله انا ما بعرفش اعمل ده. طب وبعدين اما عملتي معاها ده هديت ونامت وصاحيه اهدى، حتى باين في صوتها. يعني هي لما جات لي هي صوتها هادي، بس يعني انا بحب استخدم اللفظ ده مشدده. اللي هي بالظبط. مش فاهمه كده. متنشنه جامد. فاهمك كويس. بس فحسنت لها الجهاز السمبثاوي كويس قوي، زودت الدم اللي واصل للرقبه. وطبعا يعني انا بحب استخدم المثال دوت، انه لو مثلا في ماس كهربي في الشقه، بطفي الكوبس الرئيسي تمام، بس لو فتحته خلاص الكهرباء لسه محروقه جوه، فانا لازم اصلح الكهرباء المحروقه، اغير اللمض من الاخر. فانا ظبطت الجهاز السمبثاوي، العضله مش هتفك نفسها، اروح انا افك العضله. يعني انت جهزت، يعني اول حاجه ظبطتي الجهاز العصبي. بالظبط. بعديها يا عيني بقى الاجهزه اللي باظت من الجهاز العصبي اللي كان شادد ده ابدا اشتغل عليها. ايوه احسنها. انت هوليستيك كله. بتبصي على الحاله كلها. بالظبط كده. ما شاء الله. طب وبعدين جابت نتيجه معاكي فعلا في السيشن، في الجلسه؟ الحمد لله. في الجلسه؟ الجلسه دي قد ايه تقريبا؟ خدت وقت قد ايه تقريبا؟ لا انا يعني بالكشف او ولا من غير الكشف؟ من غير الكشف كانت 40 دقيقه. 40 دقيقه كنت مسيطره على الموقف. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين طيب ماشي. طب خلاص انا جيت لك بقول لك دلوقتي انا شادد. اوكي. وكتفي الشمال وجعني. تمام. ووصل لدراعي. طب هل انت اشتغلتي على اساليب معينه تفك الضفيره العصبيه اللي رايحه للدراع دي؟ طبعا. هي الضفيره العصبيه دي ممكن تتخنق فين وفين وفين؟ انت لقيتي في اماكن كتير ممكن تتخنق عند الديسك، مكان خروجها بالظبط. عند الديسك. عند مكان الانزلاق الغضروفي بالظبط بتاع الرقبه. اوكي. وممكن تتخنق فين تاني؟ تحت عظمه الكلافيكل او الترقوه. تحت عظمه الترقوه. واشتغلت على المناطق دي برضه؟ طبعا اشتغلت على كل ده كان مخنوق عندها؟ كل ده كان مخنوق شديد. هي كانت شغاله على كمبيوتر كتير او حاجه؟ لا خالص. يعني انا سالتها انت كنت بتشتغلي؟ قالت لي لا، بس هي كانت يعني اغلب البيشنتس كلهم بلا استثناء بيبقوا عدوا بسايكولوجيكال تروماز بتؤدي الى ده. يعني ايه سايكولوجيكال تروما؟ صدمه نفسيه، او ممكن كرونيك ستريس. ما هو لما يعني كرونيك ستريس، الضغط المزمن او التوتر المزمن او التوتر المزمن. هو بقى احنا بقالنا يعني ممكن تكون مثلا بقالها سنين في حاله ستريس مزمن، مخليها مع الوقت الحاله عماله تسوق لغايه ما بتوصل للمرحله دي انه الضفيره حتى العصبيه بتتخنق من كتر الشد. الضفيره العصبيه بتتخنق من كتر الشد. ذهنيا. ده بلس بقى ان انا لو عندي ديسك صغير كمان شكرا، مع بلس مع ان انا قاعد غلط كده شكرا. بالزبط. قاعد على شكرا. بالزبط. قاعد على الموبايل كده كتير شكرا. حالتي النفسيه انا جاهز وانا نايم شكرا. اوكي. رهيبه. ده غير كمان النفس. ما هو لو الشخص ده بيتنفس غلط وده انا لاحظته مؤخرا كتير ان الاغلب الناس بتتنفس من صدرها. يعني المفروض الناس تتنفس من بطنها. وانا لو انا بتنفس من بطني ده صح في ايه؟ معلش انا مش فاهم. الحجاب الحاجز مسؤول عن 80% من التنفس عند الانسان. الحجاب الحاجز اللي هو هنا ده اوكي. تحت الضلوع بالظبط. مسؤول عن 80% من النفس. عشان كده الست دي انت ما كنتش شايفه ان في اكسجين كافي بالزبط. جوه عضلاتها.
بالظبط كده. هي عشان بتتنفس صح. نفسها اصلا مش داخل صح، بالظبط. وصدرها مكبوس كده لقدام، فصدرها ضيق. الحجاب الحاجز مش بينزل صح، بالظبط. عشان كل النفس جاي من الصدر مش من البطن. طب هو انا لو نفسي جاي من البطن ده معناه ان الحجاب الحاجز بينزل صح يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. مش شرط. يعني ايه؟ فاهمني؟ احنا لازم بنعلم العيان يتنفس صح ازاي، لان في ممكن يكون بيتنفس من بطنه بس ما بيتنفسش صح. عادي. أوكي. نفس يبقى بنقول عليه سطحي، شالو، مش شالو، بياخد النفس دي ما بيدخلوش مش كفاية. عميق. بالظبط. ده غير كمان ان ممكن يبقى واحد من يعني هو الحجاب الحاجز موجود منه اتنين يمين وشمال، ممكن يبقى واحد شديد والتاني لا، فالشخص دوت في واحد شغال واحد مش شغال. أوكي، فيجي لنا أوكي. تقول لي انا عندي انعواج في العمود الفقري، والدكتور يشخص انعواج في العمود الفقري، هو بيبقى انعواج في العمود الفقري كاذب. لا يعني انا ممكن ابقى انا عندي انعواج في العمود الفقري، وهو اصلا العمود الفقري بالظبط. مش ماله. لا، مش ماله. ده الحجاب الحاجز هو اللي عاملها. بالظبط. اوكي. انت بتكشفي بقى على الحجاب الحاجز؟ طبعا. والحجاب الحاجز بياخد اعصابه من الرقبه. من سي 5 في الرقبه، من الفقره الخامسه. يعني ممكن الناس اللي عندها انزلاق 5 6 اللي بنشوفهم بالهبل دول كتير جدا كتير جدا بيبقى عنده انزلاق في الفقره الخامسه والسته، ومأثر على النفس بتاعه. اوكي. ما شاء الله عليك يا دكتور. ده غير كمان ان هي لما هتتنفس من الصدر، ما هي بتشغل معاها عضلات الرقبه. كملنا بقيه السايكل، الرقبه كمان بقت شغاله في نفس الوقت. الرقبه بقت شغاله في النفس، مع ان مش دورها انها تشتغل في النفس. فدلوقتي بقت شغاله شيفتين في الرقبه بس. ده غير كمان زودت الضغط على الضفيره العصبيه، وزودت الضغط على الضفيره العصبيه، فالدراع ينمل اكتر. بالظبط. كل دوت طبعا بيأثر. ما شاء الله عليك يا دكتور، ما شاء الله عليك يا دكتور. انت خبره كام سنه؟ 2.5 سنين. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. ما شاء الله. لحقتي تلمي الخبرات دي كلها ازاي؟ ما شاء الله عليك. المذاكره مع الشغل، يعني كنت بشتغل كل يوم. 2.5 دي انت ما فصلتيش؟ لا يعني ممكن فصلت مثلا 10 ايام بالكتير قوي. دكتوره سمية يا جماعه ما خدتش اجازه في 2.5 ولا 10 ايام، مستنيين ايه؟ هذا هو المستوى. شكرا لحضرتك يا دكتوره. شكرا. تعبناكي بجد. لا طبعا. تعبناكي. السلام عليكم.